بسم الله الرحمن الرحيم. دي معانا كاميرا عايزين ننضفها، كاميرا مراقبة. طبعا طريقة التنظيف ببساطة بنفتح الكاميرا بالشكل ده. طبعا ده معانا اللي هو الفوم، ده صابون فوم بتاع تنظيف الشاشات. زي ما احنا شايفين بنضغط رشتين على الكاميرا وهي راكبة بالشكل ده، وبننتظر لحظات لحد ما المادة تتفاعل مع الأتربة اللي على الكاميرا، وبعدين بننشف الصابون بأي منديل أو قماشة كده. العدسة معانا هتنضف من الأتربة والصورة هتتحسن. طبعا لو احنا عايزين بقى ننضفها من الداخل هنكمل مع بعض. نفتح الكاميرا بالشكل ده، بتتفك كبس. هنفتح الكاميرا مع بعض. دي الكاميرا من الداخل طبعا عشان ننضفها بالشكل الصحيح. هنا زي ما احنا شايفين في أتربة اهي، احنا نضفنا الخارج، انما اهم حاجة النظافة من الداخل اهو بالشكل ده. هنبخ زي ما احنا قلنا اللي هو الصابون الفوم، وبنسيبه لحظات يتفاعل مع الأتربة عشان ينضفها كويس. وهنا طبعا دي الكاميرا اهي، اتأكد ان كل السلوك متوصلة تمام. هنا برضو بنعمل ان عملية النظافة هنا برضو على العدسة هنا من الداخل. ونمسح بسرعة قبل ما الفوم يتحول معانا المية. كده الصورة معانا تكون زي ما كنت شاريها جديدة بالظبط. دي الطريقة معانا اهي في تنظيف الكاميرات قدام حضراتكم. ده شكل العدسة بعد ما نضفناها. طبعا دي كانت معانا طريقة تنظيف الكاميرا من الداخل والخارج. لو عجبك الفيديو ما تنسناش باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.